السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة سهلة وبسيطة وكلنا بنعملها، بس أنا بحب دايما أشارككم اللي أنا اليوم بتاعي بقضيه إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا بيضتين أهو، وبعدين بنحط السكر، بعايز دايما معلقة بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، أدي خمسة، أدي ستة، أدي سبعة. تمام كده 7 معالق سكر عشان ما يزيدش مني يعني أكتر أو أقل. وبعد كده بضربه في الخلاط السكر مع البيض، وبحط شوية طبعا شوية من الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام، عشان البيض طبعا انتوا عارفين. وبعد ده بحط عليها معلقتين من الخل. الخل بيحط الكيكة في حتة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تمام اضربه كده ضربناه خلاص. هنكب الخليط معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملنا ده بنضيف برضو 7 معالق من الزيت. 3 4 5 6 7 بالظبط. تمام. وبعد كده بحط عليها 7 معالق من المية. بحط مية مغلية مش مية عادية. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. 1 2 3 4 5 6 7. بس كده مغلية. هتقولي مغلية على الكيكة، اقول لك تمام. يبقى كده حطينا الزيت وحطينا الميه وحطينا البيضتين وحطينا السكر. كده فاضل هنحط طبعا عليها كده الدقيق، وهنجيب البودر بتاعنا. تمام. نمسك شويه اللي قاعدين دول من وادي اللبن نفس الحكايه 7 معالق. 1 2 3 4 5 6 7. بس والشويه دول نحطهم عشان تطلع. تمام كده. هنجيب الدقيق بتاعنا هنحط من 8 ل 10 معالق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5
6 7 ادي 8. نقلبهم كده في العجن نشوف ايه الدنيا معاهم. ده كله ميه مغليه. تمام. شوفي انا محطتش بودر معايا، لكن تحسي فيه فوران. ليه؟ عشان البيض مع الميه السخنه لازم بيدي فوران. تمام تمام. معلقه 9 تبع العجينه وتبع الدقيق اللي معايا، عشان انا حطيت شويه زياده من اللبن اللي كان معايا في الخلاط، عشان كده عايز دقيق اكتر. تمام تمام. سهله وبسيطه، اعمليها وانت واقفه، كميه قليله بس كده، مش عايزين حاجه تانية. بس هضيف دلوقتي ايه؟ البودر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نوع من البودر اللي عندك. الكيس ما لازق كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وبحط معاها ذرة من ايه؟ بحط معاها ذرة من البيكربونات. حلو جدا معانا. تمام تمام. كده البيكربونات اللي احنا عارفينه. تمام. دهنا الحوض بتاعنا كده وايه، وهنعمل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا نصين، نص ابيض ونص شوكولاته بالطريقه دي، وبعد كده هنحطه شويه في الحوض، ولو في حاجه زادت هنحطها في حاجه تانية. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمل ازاي؟ بنعمل كده. تمام. واعمل عليها من تحت الشوكولاته كده، وبعد كده اعمل الابيض كده، وبعد كده اعمل برضو الشوكولاته بالطريقه دي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو كده، برضو الشوكولاته كده نفس الطريقه كده لغايه ما يبقى نصه تقريبا، وبعد كده تخليه في حاجه تانية، ان كده كتير على القالب ده. بس حلو القالب لما بتيجي تقطعيه، بس ده القالب ده صغير. ايوه كده. اديلها الخبطه دي. طب دول عندي شويه احطهم فين؟ عندي حاجه صغيره كده، بس ده اللي زاد مني، فاعمله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احط كل الحاجه دي اللي عندي بالطريقه دي اهو، عشان ده طلع كتير على ايه؟ على القالب اللي عندي. عشان بس خساره. ده بالشكل ده، وده الشوكولاته بتاعتنا اهي. هعمل لها ازاي؟
عشان تملى معانا، عشان هما شوية قليلين عشان ما يركز. تعمليها زي وردة كده، بتدي شكل حلو. زي وردة كده اهو، شايفة؟ بس وخلصنا كده اهو. يبقى عملنا ايه؟ ادي عملنا القالب وعملنا ده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة ونفعل الجرس، ونقول بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.